يعني لو لقيت تقسيمه بالشكل ده نصيحه اهرب ما تشتريش. عايزك تقول لي ايه نوع التقسيمه المناسبه ليا؟ لا والله ده على حسب انت بتفضل ايه. هتفرق يعني؟ طبعا هتفرق. طيب انا بحب الخصوصيه. طبعا يبقى ساعتها تقسيمه واحد افضل لك، عشان لو بصيت على تقسيمه 2 هتلاقي ان مكان المطبخ مجروح من الريسبشن، ده رقم واحد. رقم 2 المدخل بتاع باب الشقه بيفتح على الريسبشن على طول. انا بحب بيتي يكون داخلاله الشمس دايما. طيب يبقى ساعتها تقسيمه 2 هتبقى بالنسبه لك افضل، لان عرض الشبابيك فيها اكبر من تقسيمه واحد، فبالتالي الشمس هتكون داخلك بشكل افضل. انا بحب دايما اكون شايف فيو كويس. يبقى تقسيمه واحد هتكون افضل لك، علشان الغرف كلها بالريسبشن على الفيو على طول، تقسيمه بالعرض مش بالطول. انا بيجي لي ضيوف بشكل مستمر، مش عايز الموضوع يكون مزعج للاولاد وهم بيذاكروا. لا ساعتها يبقى تقسيمه 2 اللي هي بالطول هتكون افضل لك، لان ده بيفصل الجزء بتاع الريسبشن عن الجزء بتاع الغرف. بس في نقطه مهمه جدا عايزك تاخد بالك منها، هي توزيعه التراسات في الشقه نفسها، ولازم تاخد بالك كويس جدا ان في تراس في الريسبشن ولا لا. يعني لو لقيت تقسيمه بالشكل ده نصيحه اهرب ما تشتريش.